أقوى رد من كابتن محمد أبو تريكة على تصريحات وكيل إمام عاشور آدم وطني والإهانات من الوكيل للنادي الأهلي، حيث رد تريكة رد قوي وناري على آدم وطني الوكيل المجهول، حيث قال تريكة تصريح مهم جدا جدا يا أهلاوي. ولكن قبل الرد الناري من كابتن محمد أبو تريكة على تصريحات آدم وطني، أتمنى من كل أهلاوي يعمل لايك. أيوة يا أهلاوي، دعم كلام أبو تريكة وتصريح أبو تريكة الناري القوي على الوكيل المجهول بلايك وشير في كل مكان، حيث قال تريكة: اللي عرفته ان الموقف من تصريح الوكيل هو كالآتي: انها تصريحات بلا قيمة، لان ببساطة الاهلي اعلن بشكل رسمي على لسان مدير الكورة انه اغلق ملف تمديد عقود اي لاعب عقده ممتد لما بعد نهاية الموسم الحالي. الاهلي هيخاطب الوكيل ليه وهو اعلن ايقاف التفاوض؟ وده معناه ان طلب الوكيل بمخاطبته هو تصرف بيقلل فيه الوكيل من نفسه وبشكل لا يحدث من أي وكيل محترف. الوكيل بيقول إنه بيمتلك عروض من الدوريات الخمسة الكبرى، والأهلي أعلن في وقت سابق إنه فقط تلقى عرض من الأخدود السعودي بيستفسر عن قيمة بيع اللاعب، ثم توقف نادي الأخدود عن أي مفاوضات. ولو الوكيل عنده 20 عرض زي ما قال، يقدر يطالب الأندية إنها ترسلها كلها للنادي الأهلي لدراستها، وهو ما لم يحدث. الوكيل ربما مصدوم من قرار إيقاف مفاوضات تمديد العقود، والأهلي بيقدر جميع اللاعبين، ولكن الأهلي هو اللي بيحدد الوقت المناسب للتفاوض مع أي لاعب بما يخدم مصلحة النادي. وأكمل أبو تريكة: لما الوكيل المجهول يقول لك أصل الأهلي مع رقمي، لو عاوز يجدد للاعب يكلمني، يبقى الرد الطبيعي نشوفك بقى بعد 3 سنين لما عقد اللاعب يخلص، لو لسه ليك اسم في السوق كوكيل لاعبين يبقى وقتها نتكلم. الاهلي مش هيبقى مجال للكلام الصغار من وكلاء ما يعرفوش قيمته ولا تاريخه، وعايزين يسوقوا لنفسهم على حساب انهم يحطوا اسمائهم بجانب الاهلي في جملة واحدة. واكمل تريكة: اللي بيعملوه بيقولوا السمسار العبيط ولا ليه لازمة ويترمي في أقرب زبالة، لأن كان المفروض الأهلي يرفض بيع وسام أبو علي. لما عملها قبل كده كان عمال يرفض، ولما الأهلي نزل بيان عدم رفض بيع وسام أبو علي ودلوقتي بيرفض، لأن عدم تعامل الأهلي مع الأشكال دي خسارة كبيرة ليهم، وهو عارف كده. كلامه مكانه أقرب مقلب زبالة. وفي النهاية اختتم تريكة رسالته الهامة لإمام عاشور، حيث وجه له رسالة وقال له: يا إمام، خلص الليلة دي واطلع كذب الواد ده، غير كده بتحط نفسك يا إمام يا عاشور في مكان مش حلو مع جمهور الأهلي.